لحظة شوي، أعطيني إذنك. وصلكم هذا الخبر أو لا؟ الحكومة الإيفوارية بتقر بتسمية شارع باسم حكيم زياش لأنه أحرز هدف الفوز وخلاهم يتأهلوا. لا، ما خلاهم يتأهلوا، من هذا الهدف أحرزوا البطولة. الله على الإخلاص والمحبة، هذا هو رد الجميل. وبزيدكم من الشعر بيت لكل شخص داخل المغرب أو بالعالم أجمع تفاجأ من ردة فعل الجمهور الإيفواري. شو هذا العشق والحب للجمهور المغربي، وعم بشيل الراية المغربية وما عم بشيل الراية الإيفوارية. انتوا فكرتوا بس بهالبطولة اني والله نحب الشعب المغربي. انا بقلكم لا، ارجعوا بالتاريخ لورا لعام 1962. العلاقة ما بين المغرب والإيفوار بعهد الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه كانت علاقة رائعة جدا، وتوطدت وصارت أجمل وأجمل بعهد الملك محمد السادس نصره الله.